عندما كنت أعيش في أمريكا نيويورك، أتاني خطاب بالبريد بأني ارتكبت مخالفة مرورية، حيث قطعت الإشارة الحمراء بالشارع الفلاني في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني. وأسألونك في الخطاب عدة أسئلة: هل تقر بهذه المخالفة أم لا؟ وهل لديك أي اعتراض؟ وكانت قيمة المخالفة حوالي $150، ولأني لا أذكر إن كنت قد قطعت الإشارة أم لا، ولا أعرف أسماء الشوارع بالضبط في الولاية، قمت بالرد عليهم: نعم عندي اعتراض، فأنا غير متيقن أني سرت في هذا الطريق ولا قطعت هذه الإشارة. بعدها بأسبوع وصلني خطاب وبه 3 صور لسيارتي، واحدة قبل قطع الإشارة وهي حمراء، والثانية وأنا في منتصف الإشارة وهي حمراء، والثالثة بعدما تجاوزت الإشارة بمتر واحد وهي حمراء أيضا. يعني متلبس لا مفر. الصور هي الدليل القاطع. دفعت $150 بعد إقراري بالمخالفة وسكت. وفي يوم ما بعد هذه الحادثة وأنا أقرأ في سورة الجاثية، تذكرت هذه الحادثة والمخالفة عندما وصلت إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أي أن الله سبحانه وتعالى لديه نسخ مما فعل البشر في الحياة الدنيا. هذا المقطع من الآية إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أصابني بالذهول والقشعريرة والخوف من الله. يا إلهي، هذه آلة تصوير من صنع البشر ولا تستطيع أن تهرب أو أن تفر منها، فما بالك بتصوير وتسجيل واستنساخ لأعمالنا من رب الناس؟ أين المفر؟ هذا الاستنساخ لأعمالنا في كتاب لا يضل ولا ينسى، ويحفظ في مكان مأمون لا يتلف بفعل عوامل المناخ من أعاصير أو رياح أو أمطار، ولا يسرق أو يقرصن. يا إلهي، كل المعاصي مستنسخة بتواريخها، بوقائعها، بأشخاصها، بمكانها، بزمانها، بألوانها، بأهدافها، بملابساتها، بخلفياتها، ببواعثها، كلها مسجلة بالصوت والصورة وبالنوايا كذلك. فهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي أنه يعلم ما لا تستطيع كاميرات البشر تسجيله. كل هذا سيعرض على الإنسان يوم القيامة، فيا للهول. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم تب علينا توبة نصوحا إنك أنت التواب الرحيم.